كسبناه على سوز اسمعوا كده الأردنية اللي الفيديو بتكسب وشوفوا قولوا لنا الأموال. رأيكم ايه. دي جناية، والجناية هنا بقى عقوبتها 7 سنين يا سوزي. عايز اقول لك هتاخدي 7 سنين ان ثبت ادانتك، وغرامه ضعفي الاموال المغسوله. يعني هتدفعي غرامه 30 مليون جنيه، غير ان احنا هنصادر الحكومه طبعا بامر قضائي اذا ثبت ادانتك هناخد كمان منك ال 15 مليون جنيه، وهتبقى على الحديده وبمطالبه بغرامه يا سوزي 30 مليون جنيه. طب اذا يا فندم اذا خبر حصري كمان برضو لما استاذ ايمن، لما هي ما تقدرش تدفع الغرامه دي، هل بيبقى قصاد ده في عقاب قصاد انها عدم دفع الغرامه، حبس او حاجه بيزيد عدد الحبس، يعني عدد سنين الحبس؟ ايوه يا فندم، لو ما دفعتش الغرامه في طريقين: حاجه اسمها الاكراه البدني تتحبس 3 اشهر، اليوم ب5 جنيه. اما باقي الغرامه فهيتحجز عليها وعلى بيت ابوها، ويا اما يتباعوا في المزاد العلني يا اما هتتحبس 3 سنين بتهمه التبديد. وعايز اديكي خبر حصري والقناه الشمس تفاصيله نقولها بعدين. في واد شريك ليها اسمه مولي اللي بتقول عليه صاحبي. انا مش عارف صاحبي دي يعني مش داخله يعني مزاجي قوي، مش فاهمه يعني ايه صاحبي، وان هي تخرج معاه وتروح معاه وبعلم اهلها. بتقول صاحبي، بتقول صاحبي بتقول صاحبي صاحب سوبي. صاحبها ده شريك معاها في كل هذه الجرائم. النهارده تقدمنا لسلطات الامن ببلاغ قوي جدا ضد الاخ مولي اللي كان بيشاركها في فيديوهات. شفت فيديوهات في المرحله الاخيره لسه شايفها النهارده كمان، يعني مستواها منحدر قوي. فشريك سوزي الرئيسي في الحريه في المحتوى الاباحي، انا بسميه اتقبض عليه فعلا يا استاذ ايمن؟ قدمنا البلاغ وان شاء الله اكيد